ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل كنافه زمان بطريقه سهله من غير فرن ولا قشطه ولا مكسرات، ومقرمشه زي بتاعه زمان. بس قبل ما نبدا الفيديو، لو اول مره تشوفوني، انا سميه ودي قناه مطبخ السعاده، واعملوا لايك وشير واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. بس اسمعوا، كملوا الفيديو للاخر عشان طريقه التسويه تطلع معاكم كده زي ما انتم شايفينها، اللون الذهبي الجميل. هنا معانا 400 جرام كنافة، لازم تكون في الفريزر، ونطلعها نقطعها كده ونحطها في الكبة. ما عندناش كبة هنقطعها بالسكينة، هنقطعها بايدينا. اهم حاجة نوصل ان احنا نخلي الجزيئات بتاعتها صغيرة. هنضربها هنا في الكبة كويس جدا، ولو قطعناها بايدينا لقطع صغيرة كده برضو بتبقى حلوة جدا. كده خلاص احنا خلصنا الكمية بتاعتنا، وزي ما انتم شايفينها كده مقطعينها صغير. هنجيب 5 معالق سكر بودرة، وهنبدأ نقلب سكر البودرة كويس جدا في الكنافة. اهم حاجة نغلف سكر البودرة كويس جدا عشان هو ده اللي هيربطها معانا، ونقدر نقلبها بسهولة بعد ما تتحمر على البوتاجاز. هنجيب كوباية سمنة بلدي، طبعا السمنة البلدي بتفرق جدا في طعم الكنافة. المج العادي اللي في مطبخنا بس هنملاه. هنبدأ هنا نغلف كل جزيئات الكنافة بالسمنة كده، يبقى احنا غلفناها بالسكر والسمنة كويس جدا. وجبنا صينية مقاس 24، هنبدأ نفرد فيها الكنافة. سهلة جدا، هتقومي تعمليها في 3 دقايق. هنبدأ هنا نفردها بإيدينا زي ما انتوا شايفين معانا كده. هنحط بقية الكمية، أهم حاجة نضغط عليها كويس، ما نخليهاش مفرغة. ضغطناها كويس جدا. هنبدأ نحطها على البوتاجاز. زي ما انتوا شايفين النار كده لازم تكون واطية شوية اهو. طريقة التسوية هنحط الصينية على الحرف، مش هنحطها في النص. الحرارة هتخش لها من الجنب على بقية، هعمل لها عملية توزيع على بقية الصينية. ما ينفعش ان انا احطها في نص البوتاجاز. وزي ما انتوا شايفين من الجنب كده بحرف معلقة هتبص تلاقيها اتحمرت، وهنا قلبناها زي ما انتوا شايفين. الجمال واللون بسم الله ما شاء الله، طالعة جميلة جميلة. هنبدأ نقلبها وهنحطها تاني على البوتاجاز بنفس الطريقة. الصينية برضو في الجنب، والنار واطية زي ما انتوا شايفين كده معانا. وهي على البوتاجاز بنبدأ نلف فيها، ما بنسيبهاش في جنب واحد، كل شوية بنلف فيها. هي بتاخدش 4 دقايق على البوتاجاز او 5 دقايق، بس ما بنسيبهاش، بنقعد عشان يحصل عملية توزيع للحرارة كويس جدا. ومعانا اللبن غاليينه وحاطينه في التلاجة. الكنافة بتكون سخنة واللبن ساقع معانا. نبدأ هنا نسقيها باللبن. هي دي الكنافة بتاعت زمان اللي كانت على البوتاجاز وطعمها جميل جدا. هتجربوها وتعجبكم ان شاء الله. هنبدأ هنا نقطعها. طالع لونها جميل، شكلها بسم الله ما شاء الله، وبألف هنا وشفا.